ايه رايك كابتن اسماعيل في البدايه بتاعت المباراه؟ والله انا البدايه دي خليتني اتفائل. انا قبل الماتش ما كنتش متفائل خلاص يا كابتن جوهري بصراحه. توقعاتك ايه للماتش؟ 1-0 لبلجيكا ولا حاجه. توقعاتك ايه يا مصطفى للماتش؟ والله انا عندي شويه تفاؤل، وان شاء الله يعني مصر تعمل حاجه حلوه وممكن نخرج تعادل ايجابي ولا حاجه. يا رب يعني نعمل حاجه زي المغرب كده وكاب فيردي والساحل العاج. يعني الثلاثه توقعاتي الماتش هيبقى رخم كده كده. الماتش كده كده هيبقى رخم. لا 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 حلو 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 زي الفل زي الفل زي الفل زي الفل زي الفل. شكرا يا دي بروان. توقعاتك ايه يا كابتن محمود؟ والله يعني اتمنى نكسب، بس يعني الوضع العام ان شاء الله باذن الله نكسب او نتعادل. توقعاتنا يعني تعادل ان شاء الله. ان شاء الله هنكسب ان شاء الله. وعامة اي نتيجة ايجابية زي الفل. انا مبسوط لو اي نتيجة ايجابية. ما حد يقول لي التشكيله كده. بنلعب حمدي فتحي وياسر. مين الجون اصلا؟ شوبير. وحمدي وياسر مساكين. حمدي وياسر مساكين. ومين تاني؟ مين باك يمين؟ وفتوح ومهاني. ماشي. وعندك مروان ومهند. ايوه. وقدام بيلعب زيكو صلاح ومرموش. في واحد ناقص، امام. امام تحته. يعني بيلعب في 3 في نص الملعب يعني. بيلعب 3 في نص الملعب. هو بيلعب بمين مهاجم؟ مرموش. انت الوحيد اللي ما قلتش توقعاتك يا كابتن عطيه. امسك المايك. قول توقعاتك يا كابتن عطيه. انا متوقع ان احنا هنتعادل، واتمنى ان احنا نتعادل 2-2. يعني هنطلع زي كاب فيردي والمغرب والساحل العاج ونعمل نتيجه ايجابيه، ولا هناخد علينا زي تونس؟ انا شايف ان التعادل لا، انا شايف ان التعادل نتيجه ايجابيه. فلو بتتكلم عن نتيجه ايجابيه فانا شايف ان التعادل مع بلجيكا نتيجه يعني هنعمل نتيجه ايجابيه. وشايف ان احنا كاداء ان شاء الله يعني هنبقى واقفين على رجلينا. من اول ما بدانا نصور انا وانت ونتكلم عن المنتخب، وانا لازلت عند رايي شايف ان احنا يعني اكبر ميزه شايفها للمنتخب ان احنا ممكن نعرف نقف على رجلينا. مش شرط ان نقدم اداء مبهر، بس يعني متماسكين، فريق متماسك. افضل اختيار زيكو في الهجوم احسن من تريزيجيه اللي قاعد بره. يعني انا بالنسبه لي لا، تريزيجيه مش من زمان، مش من مع حسام حسن، انا بشوفه لعيب اوفر ريتد. فلو هتقول لي زيكو مكانه او اي حد، يعني عندي استعداد يبقى في سماحيه ان احنا نجرب حد مكان تريزيجيه. تريزيجيه بالنسبه لي لعيب اوفر ريتد مع المنتخب بالذات كمان يعني. راي زملكاوي والله مش راي زملكاوي، يعني انا فاكر مثلا كاس عام 2018. ايه يا عم في يابا انذار. هو ايه ده انذار؟ ايه مش هيديله؟ ده ما ادالوش حاجه. لازم انذار يعني. انذار تاني ده المفروض ولا انذار؟ اقول لك على حاجه، مثلا كاس عالم 2018 المصريين كلهم مقتنعين ان احنا رحنا كاس العالم بسبب تريزيجيه، عشان هو اللي وقع فخدنا ضربه جزاء في الاخير. هو واحد زي اللي اقتنع بكده. يا ابني احنا جايين نقف ورا المنتخب يا حبيبي. انا لا ما بتكلمش اهلي وزمالك، بس بتكلم ان اللي متابع كوره فعلا تصفيات كاس العالم 2018 دي، احنا رحنا كاس العالم بسبب 2 صلاح وعبد الله. لو مش صلاح وعبد الله السعيد ما كناش رحنا كاس عالم. اولا دي لعبه جماعيه، مش اسمها مين ودانا كاس عالم. بالظبط. الله ينور عليك. لا يعني الراي الفيلسوفي بتاعك ده حلو ميستو. ليه بقى يبقى الناس بتقول ليه ان تريزيجيه اللي ودانا؟ هو احد الاسباب. انا بقى بقول لك لو صلاح وعبد الله مش موجودين في الفرقه الجماعيه دي ما كناش نروح كاس عالم يا باشا. لو اي لعيب ما كانش موجود كان ممكن ما يوصلش. لا مش اي لعيب. صلاح وعبد الله ما كانوش زي اي لعيب في البطوله دي، بس تريزيجيه ده لو كنت شلته في تصفيات 2018 وحطيت اي لعيب تاني في مصر مكانه مش هيأثر. البطوله مش علاقه بزمالك واهلي، بس هو لعيب اوفر ريتد. انت دفعت $20؟ دفعت $20 بتوع عشان تتصور مع درع الدوري؟ ايه دفعت $20 عشان اتصور؟ ايه ده انت ما تعرفش التسعيره الجديده ولا ايه؟ لا فهمني الموضوع. ايه ده يا عم؟ ابلكيشن نادي الزمالك بيقول لك عشان تتصور مع درع الدوري تدفع $20. فانت بتقفش عليا يعني ولا ايه؟ عشان افهم. دفعت $20؟ بيقفش عليا. ايوه دفعت $20 ولا دفعت 50 جنيه ولا دفعت 50 جنيه زي الدرديري؟ اصل انا خدت الدوري. الدرديري بيقول لك انا اتبرعت ب 50 جنيه في الشهر. راجل كويس قوي. انا بطل الدوري. خلينا نركز مع المنتخب يا جماعه، خلينا نركز مع المنتخب. ربنا يكرمنا يا رب.
ده شويه نقاش جميل احنا كده. وقت المنتخب مفيش لا اهلي ولا زمالك، الحاجات دي كلها انا بره واخد بالي وانا قال لك تريزيجيه. لا ما عندناش الكلام ده في القناه. لا معلش، لا. هو مين اللي سابق شعره اللي اتبهدل ده؟ هو ما محدش عارفه. هو البتاع اللي مين جبناه. بجد؟ محدش عارف. يا عم هو امام عاشور. اللي وقع على الارض مصري امام اللي عاشور سابق شعره ده مين؟ امام عاشور. هو في غيره بيصبغ شعره يا ابني؟ انا قلت يمكن فتوح. لا العقليات دي اللي لا، ده بتصبغ. لابس 8 فمش فتوح بيلبس 8. خلاص هو ربنا يستر. المنتخب كله بدا يدافع ودي حاجه غلط. طب انا هسالكم بحاجه بالامانه، يعني بالامانه، انتوا شايفين ان مستوى امام برضو يخليه يلعب اساسي؟ انا بالنسبه لي امام ده كواليتي، انه لو برجل واحده لا، هو احسن من لعيبه كتير برجلين زي في الفل، مصر. بس هو مين احسن منه بره؟ بس هو ده اللي انا بفكر، ده فكري. انا معاك في اللي انت بتقوله على فكره، بس مين بره؟ لا نص ملعب. لا، مش بتتكلم هو عايز مصطفى واحد محمد نص أكيد ملعب، مين يلعب مكانه؟ متفق لا معاك ولا معاك. مفيش حد بيقول كده ولا في حد احسن منه بره ولا حتى في مصر دلوقتي. ما انا بقول لك هو لو ماشي، برجل ما واحده هو ده نفس رايي، احسن من لعيبه بس هو بيقول برجلين يعني. اداؤه الفتره الاخيره مش احسن حاجه. أنا- هو بيقول ان هو كواليتي بصراحة عالي متفق مع بس عطية. اداؤه، فانا متفق معاه، بس مين بره احسن؟ مفيش حد يستاهل انه يلعب، ده قصدي، مفيش حد بالظبط، يستاهل انه يلعب محدش يستاهل مكانه، صح؟ يلا بقى يلا بقى شوت يا رد عليك. رد عليك. وانا بلجيكي اول هجمه في الدقيقه 19. رد عليك يلا. انت لسه بتقول انا متفق مع عطيه. معقول يا جدعان؟ معقول هو وجون. يا ولد 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 ولا مش كورة؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا امان يا ولد. لعيب يلا لعيب. هو ده اللي احنا كنا بنقوله فعلا يا جدعان. محدش الواد يعرف فعلا الفينش ده. هو كواليتي عالي والله، كواليتي عالي جدا. يا عم انا عارف. الفينش ده جريء مان ومروان عطيه. لا بس هو الصراحه سايبينه، هم الصراحه سايبينه، هم سايبينه. انت عندك يا ابني لعيبه، لو الملعب فاضي والجون فاضي مش هيجيبوا جون زي ده يعني. دي حقيقه، دي حقيقه بجد والله. دي حقيقه والله. يعني هو لو الملعب فاضي والجون فاضي مش هيجيبوا جون زي ده. اقعد يا جوري عشان شكلك وحش. مقارنة بيه يا جوري شكلك وحش. هو احنا معقول هنعملها يا جدعان؟ احنا بجد ممكن نعملها؟ ممكن نعملها انا لسه عند توقعاتي ده، احنا هنحقق نتيجة ايجابية ان شاء الله، ان شاء الله. ان شاء الله. ده مش مصدق. ما تنبرش فيها بقى، هنتفرم 6 يخرب بيت ام ما نبره. تسيبها ماشية يا عم. عليه. لا بس احنا رجاله يا جدعان، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هيديهم فرصه، ان شاء الله ان شاء الله. مهند ركز يا مهند، ركز يا مروان. الهدف ده هيدينا معنويات حلوه، هيرفع معنويات. هو انا عايز اعرف في خلاص. الاخر عشان مش واخد بالي لحد دلوقتي، دوكو لعب ولا لا؟ بيلعب. هو فين بقى؟ هو اللي هناك ده صح؟ محمد هاني. لعب يا عم في الاخر وطلعت دي كلها اشتغاله. محمد هاني او ممكن يكون كان مصاب عادي بس مش لا اللي تستاهل طلعت إنه اشتغاله يتصاب. والله، بيشتغلونا يا اسطى. ولا الصحافه بتاعتنا او جبنا سيره القط. ما بنخافش. في ايه يا عم الشغل ده؟ ايه يا اسطى في ايه ده؟ انت حلو اضغط يلا يا مرموش يلا. التاني يا جدعان يا جدعان بتطفش ليه يا ابني؟ ما انت لوحدك. كولينج بريك. 5 دقايق ووتر بريك. في الووتر بريك كده عطيه. الجون ده اداك امل؟ يعني لازلت مخليني حاسس ان انا لسه عند رايي، المنتخب متماسك، ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه الماتش ده، متفائل جدا. امام عاشور هيبقى غير في الماتش ده. هيبقى ايه؟ البطوله امام عاشور هيبقى غير في الماتش ده والبطوله. انا ما قلتش ان هو وحش، انا قلت لك هو لو برجل واحده احسن من لعيبه ثانيه برجلين، مفيش حد بره يستاهل يلعب مكانه حتى هو وحش. رايك يا مصطفى؟ والله المنتخب فاجئني بصراحه يعني. جون عالمي من امام، وبسم الله ما شاء الله الدفاع يعني متماسك. كل حاجه بس نمسك يعني المهاجمين بتوع بلجيكا ونقفل عليهم تمام، هنطلع بالنتيجه. باذن الله يا رب، باذن الله. باشمهندس محمود هيشرفونا ولا ايه؟ هيكملوا للنهايه؟ لحد دلوقتي لسه ما تمش اي اختبار الجانب الدفاعي ولا حارس المرمى. الهجوم بتاعهم لسه. انا شايف نص الملعب بتاعنا سادد. بس احنا كوره شايف نص 25 الملعب دقيقه بتاعنا يعني سادد. حلوين. لحد دلوقتي لسه والله شايف نص الملعب بتاعنا سادد. اللعب كله على دوكو باينه جدا. الجنب اليمين بتاع توصل مش شايف بلجيكا مرعبه يعني في الوقت اللي عدى ده؟ مرعبه، هم لسه مفكوكين، لسه مفيش تلاحم بين الخطوط. دي بروين ينزل ورا يستلم الكوره ويطلع لقدام. طب ايه نودي زيكو هناك؟ انا ما بحبش رمي التماس للمصريين دي، انا عايز علي محمد علي عشان هو رامي التماس لينا.
يا رامي التماس لينا. 35 دقيقة لعب 1-0 لمصر. بص شده، شفته هو بيشده بيقول له تعالى. ايوه شده يا عميد. لا واضح ان هو شده. حلوه 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 والله يا جدعان، والله حلوه. هم حاطين البتاع مش هيقولوا؟ قالوا. قال لك بيقول وسباين قد ايه والكلام ده. حلوه والله، والله حلوه يا جماعه. وبعدين احنا جوانا قليله في كاس العالم، فان احنا نجيب جون زي ده في كاس العالم ده حاجه حلوه بجد والله. ده للتاريخ. يعني جون شوطه من بره، جابوا يمين، جون شوطه من بره ال 18. ايوه عمل كده. جول من حاجه غير ضربه. بص انا مش عايز انبر فيها، بس هل ممكن يكون اول فوز لينا في كاس العالم؟ اتمنى جدا صراحه جدا انه يبقى كمان قدام بلجيكا اول فوز ليك، فدي حاجه حلوه يعني. مصر مش هتنام صح ولا ايه؟ انا منبهر، انا لحد دلوقتي حاسس ان انا مش مصدق. يا رب يا اخي ربنا يكملها على خير. انا شايف ان احنا منتخب قوي عشان متماسكين، لكن لو حصل بقى زي في الفاينل بتاع افريقيا وفريق جاب فيك جون، انت بتبقى دي اصعب سيناريو تقابله، ان انت تعرف ترجع بقى والكلام ده. لكن السيناريو اللي انت بتلعب بيه ده، ان انت بتدافع وجبت جون الاول، ده افضل سيناريو نعرف نلعبه، زي ما عملنا مثلا مع كوت ديفوار. يا راجل يا راجل الجون فاضي يا راجل، يا راجل انا لو منك كنت خرمتها. حلو. الجون فاضي، الجون فاضي يا جدعان. يا راجل الجون فاضي. في حاجه غلط بتحصل، انا مش مصدق اللي بشوفه ده والله. الجون فاضي. بص ازاي ضيعها، ازاي ضيعها دي. بص ضاعت ازاي. علي عليه يا ابني، علي في يا جوهري يا اسطى مش متهيأ لها، هو مش متهيأ. ايوه لان هي عادي على الكورتوا. مش وحش مش وحش. مش وحش. شوط كويس يا جماعه، واعتقد اكتر حد متفائل ما كانش يتمنى اكتر من كده من الشوط الاولاني. ايه التغييرات اللي ممكن تتم بين الشوطين؟ يعني مش شايف حاجه معينه، لاعب معين مثلا او حاجه ان احنا ممكن نبدله، بس انا مشاكلي كلها ان احنا لما بنقطع الكوره هنعمل بيها ايه. بس انا لو مكان حسام حسن هبدا الشوط الثاني زي ما خلصت الشوط الاولاني، واشوف اول 10 دقايق هيحصل فيهم ايه. ايه التغييرات اللي ممكن تتم بين الشوطين؟ مش تحصل دلوقتي. انا مش شايف ان في اي لعيب مؤثر كده. انت كنت يمكن تلتين الشوط الاول بتدافع. ممكن يكون ورقه رابحه بره. طيب ورقه رابحه بره مش عارف بصراحه، بس هو لو غير في الثلث الهجومي، او يمكن يطلع حد من اللي عنده انذارات عشان يعرف يمسك. ممكن هيثم حسن ممكن يحتاجه الشوط ممكن هيثم الثاني. حسن برضه، انا شايف كده. ايه رايك يا مصطفى؟ انا ممكن بقى يعني اقول حاجه، يطلع حمدي فتحي خط الوسط، ويطلع يا مهند يا مروان، او يطلع امام يثبت خط، يطلع امام، يطلع حد مثلا، ونلعب ب3 خط وسط ونقفل خط الوسط جامد جدا. محدش غير ولا بلجيكا صح؟ لا محدش غير خالص. يا عم انا بتضايق لما الراجل ده يقعد يقول المصريين. على فكره دي يمكن سر ان احنا كسبانين دلوقتي بجد، ما حاسس ان ماشي. فين بقى يا صلاح انا مش عارف حاجه يبص عليها ليه. انا عاجبني محمد هنا يا جماعه. انا مش عاجبني الجرافيك اللي تحت ده يا جدعان، رخم قوي يعني. هي ما هيش ناقصه يعني. الوحده العشره مش عامل شغل جامد مع محمد نصر. يا راجل يا جدعان، هاند بول. يا رب تكون هاند بول وضربه جزاء، يا رب يا رب تكون هاند بول وضربه جزاء يا رب. مش اعترض من اللعيبه اصلا. لا اعترضوا. ما ازاي بيشوطوا في بعض كده؟ مش عارف ازاي ده هم 3 قدام. واحده قلشت دي يا جدعان ده 3 قدام يا جدعان. بس نقدر يا جماعه، نقدر والله نجيب الثاني. بلجيكا على فكره دفاعها ضعيف جدا. انا شايف كوره من الروح، انا شايف كده والله. خطر. لا يا راجل طلعت، يا راجل طلعت. طب ماشي يا جماعه، انتوا لحد دلوقتي شايفين ان هي رايحه في انهي سكه النسخه دي؟ على فكره انا من محبي نسخه قطر. وانا برضو، بس انت شايف النسخه دي رايحه في انهي سكه؟ بداياتها زي ما انت بتقول كده، قبل ما تبتدي بتقول انها وحشه. لا من ساعه ما بدات لحد دلوقتي شايفها رايحه في انهي سكه؟ مش فيها شايفها شويه حاجات بسيطه زي مثلا تصريح الدخول لامريكا لا سيبك بيتكلم ككوره، عطيه بيتكلم ككوره في جمهور، ودي حاجه. وانت رايك يا مصطفى؟ بص اول حاجه يعني مواعيد الماتشات بتاعت 4 و6 دي وحشه جدا. سيئه. يعني انا بتفرج على ماتشين بس، عمري ما عملت في كاس عالم ان انا اتفرج على ماتشين. انت متعود اللي هو انا هتابع الماتشات كلها او على الاقل 80. مش عارف تعيش الجو ده دلوقتي. لا صعب. يعني انا بتفرج مثلا على ماتش بتاع الساعه 8 ولا الساعه 7 والساعه 10. وشويه من واحده لو عرفت. ثانيا يعني ماتش تونس ده نصه كده اتفرجنا عليه بس. والله ولا شفت فيه حاجه. تونس كان واحده صح؟
حد شاف المغرب والبرازيل؟ كرات في الرجل انا قصدي المغرب والبرازيل اتفرجت عليه. المغرب والبرازيل هو اللي كان واحد. طب انت رايك ايه يا عبقر؟ البطوله رايحه في انهي سكه؟ انها ممكن تبقى حلوه ولا وحشه زي التوقعات؟ لا ممكن تبقى حلوه لان هي مش معتمده اولا على دوله واحده، يعني حتى لو في دوله فيها تاثيرها نفترض مثلا زي فكره امريكا، 3 دول يعني. في كندا وفي المكسيك، والمكسيك دوله مش متقدمه ولكن اجواء الكره فيها كويسه. كندا دوله منظمه جدا جدا وبترحب بكل الناس يعني، فدي حاجه تبقى كويسه. انا شايف انها تروح لنسخه كويسه. انا رايي من راي عبقر، شايف ان البطوله دي هتطلع عكس التوقعات بتاعتها وهتبقى كويسه. مش شرط تبقى احسن من قطر، احنا متحيزين برضه مش خساره فيك المايك يا ابني. لا جماهيريا دي احسن من قطر بكتير بكتير كجماهيريا لحد دلوقتي. اوكي هذه عاديه جدا. واتمنى ان النسخه دي تبقى حلوه عشان نستمتع بيها يعني. ايوه بس سيبك بقى من كل حاجه، انا اتمنى تبقى حلوه لينا يا باشا. يا باشا ان شاء الله مع انهم كلهم بقت حلو، انا عايز بس احنا نطير لا ان شاء الله نوصل دور ال 16 وبعد كده اي حاجه تحصل. ان شاء الله البطوله دي هتبقى أي حاجة مختلفة تحصل. لينا. يعني نفسي اعيش الجو بتاع ايه ده؟ احنا في كاس عالم. ان انا بلعب ضربات جزاء في دور ايه الثمانيه ده؟ في كاس العالم. ايه ده؟ كاستان تروسار يدخل تغطيه من عمر مرموش، ما زال تروسار عمر. لا يا جدعان والله العظيم الواد بتاع يا عم ارسنال ده مش عمر، حد واد يقول ابن لي الراجل لذينه ده يا جدعان الواد حلو. والله العظيم. لا يا جدعان لا 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 وحشه قوي مش دي. اوفسايد؟ مش اوف سايد، لا ما هو سابها وقف لها ابن اللذينه التاني. حلوه يالا يا ياسر، حلوه يالا يا حلوه ياسر. حلوه 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 حلو حلوه يا هاني. مهند قوي. ايه يا هاني حرام عليك يا هاني، ما تضيعش مجهودك يا هاني. يلا يا رجاله. لا يا صلاح ماشي شغاله. ليه لعيبه خدمته قرب له. خدمته هو خدمته. صلاح هو صلاح. حلوه 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 حلوه. مش عايزه قدام. يا جدعان لو لو رجل فرش عشان رجلك دايما خف مشكلتنا شوية. لما بنقطع الكوره. لو ظبطنا الحته دي والله العظيم هنبقى منتخب جامد قوي. يا جدعان الواد بتاع ارسنال ده عايز حد يوقفه، والله العظيم اخطر من دوكو. انا ملاحظ ان زيكو بدنيا مش مركز. يعني مش قادر يقف على رجله. يقف على رجله. اعتقد هو هيبقى اول تغيير مكان هيثم حسن. هو يبقى لا انا شايف الصراحه ما يبدلش قبل الدقيقه 60. بس مشكله هيثم حسن بقى عن زيكو ايه يا جماعه؟ انا لاحظته في الكام ماتش اللي اتفرجت عليهم هيثم حسن مش لا هو هينزل غير ان هو ما مجهود بيرجعش، زي انا زيكو في بحسه الدفاع. لسه ما تاقلمش على مصر اصلا. لا 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 لا, لا. فاول خطير يا جدعان، خطير في حته خطر قوي. واد صعب يا جدعان، واد صعب. حته خطر قوي واد مقرف. مهلك. وكان ممكن ناخدها باسلوب احسن من كده، ما اعرفش برضه رجليهم بتخبط ازاي؟ طب كده. ازاي؟ ما بيعمل في لعيبه اوروبا كده، انت ازاي يعني؟ ود اي كل حد كلام يتعيد. ياخد فاول. مش عارف بحسها سهله ممكن تيجي. انا هكلمهم من يا رب يلا يا يا رب جماعه. يا رب يا رب. حلوه حلوة قوي يا صلاح. قوي قوي يا صلاح. حرام عليك يا زيكو، حرام عليك يا زيكو، حرام عليك، زيكو بدنيا حرام عليك والله. لا وحشه قوي يا زيكو دي يابا. فيرست تايم وتيجي زي ما تيجي. صلاح اداها له يا جدعان حلوه قوي قوي ده قوي قوي قوي، ما كنتش متوقع منها كده اصلا والله. يا باشا يا باشا تك على طول وتيجي زي ما تيجي. صدر خشب صدر خشب. ايوه صدر خشب بالظبط كده. ان شاء الله يجيب جول. محمد صلاح مرفوع في القائمه الاول، الدفاع تاريخي. عمر اللي نازل. الدبابه البشريه. لازم حسام حسن لسه يعمل ما راحتش تغيير. عليه ولا لسه فورمه ولا اداني في العتاقي ولا اداني في العتاقي. صفراء برضه يعني. هداف بلجيكا. يعني التاريخ لسه فورمه. لسه فرصه. انا خايف من التغيير ده وربنا يستر. ورغم ذلك سبب المنتخب البلجيكي. لا رد عليه. الجزمه يا ابن الجزمه انا لسه بقول لك ايه يا ابن الجزمه يا ابن الجزمه شفت بقى يا فورمه ابن ولا لا؟ الجزمه يا ابن الجزمه. ما قعدوا على الدكه ليه؟ قلت لك يا اسطى الكور اللي احنا ضيعناها ده كتير قوي، قعدت تقول لي حلوه حلوه. ما قلتلكش حلو ان احنا ضيعنا، انت عبيط ولا ايه؟ لا بتقول لي الهجمه حلوه، انا مش عايز. الهجمه حلوه فعلا يا عم عايزه جون. على فكره ده فعلا مشكله حقيقيه لان احنا ما عندناش حد بيجيب جون. ايه ده فتوح ده فتوح. فاش حاجه يا جدعان، فاش حاجه، فاش اي حاجه. الواد دخل ما بين الثلاثه، ما ازاي بين بنوصل الثلاثه. الاثنين يا جدعان؟ دبابه بشريه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. دخل ركبهم، عارف ايه ركبهم؟ ده مهاجم مهاجم. دي فايده المهاجم. هو محمد هاني اللي جابها جون. انا نفسي اعرف حاجه. هو مين اللي نازل مع مين اللي نازل يا معاه؟ ابني ده مصري دلوقتي، ده مصري. نحي جانبا انتمائك. انا ما بقبلوش يا اخي.
ده لسه نازل والله. في حد نازل على الخط معاه مش عارف مين. حمزه عبد الكريم. مش وحش، بس بقول لك هيلعب عرضيات، هيلعب عرضيات لمين؟ سلام عليكم يا كابتن جوهري، هو ده التحليل. هيطلع مين بقى مكان حمزه؟ هيطلع مرموش اعتقد. طلع مرموش. طلع مرموش. لا يا جدع. طب انا شايف ان مرموش احسن من صلاح. ما هو مش الاثنين عاملين ماتش حلو يا جماعه، ما يخرجوش ما يخرجوش. شايف عضله. سلام يا كابتن. لذيذ ولا مرموش يخرجوا. صلاح صلاح هيك. حلوه مش ازاي يا جدعان؟ ازاي بجد؟ عشان انا قلت لك هيعمل تغييرات من هنا وتقطع من هنا. صلاح ما يخرجش. لا ما يطلعش يا جماعه. ايه ده؟ دي انت ما مرموش كويس برضه. يا ابني انت معاك واحد زي صلاح في الملعب ده ما يطلعش. بدنيا عطيه برضه خلاص. 34 سنه. يا عم بدنيا امام. معلش لامين يامال يقعد. لامين يامال يقعد. يعني ايه؟ لامين يامال ماليش يقعد. دعوه باللي حصل في اسبانيا، انا بتكلم دلوقتي. اسبانيا انت مش مصر. ركن اسبانيا مش لامين مصر. يامال 75 دقيقه ولا 70 دقيقه. مش قوي. بس يا جدعان بقى دقيقه ما يتلعبش فيها كوره. بجد والله دقيقه ما يتلعبش فيها كوره. ما حدش ياخد ريسك فيها ولا اي حاجه. دقيقه علق 4-2-4 اخر الماتش بعد ما صالح حمدي فات. ايوه دي صفر. الحمد لله. عاش يا رجاله والله ما نستحق نتعادل حتى. والله العظيم يا عم هم اللي حسن بيقول انت في الكوره دي ماليش فيه. والله العظيم ما نستحق التعادل. المكسب. والله العظيم يستحيل مستحيل المكسب فعلا، مستحيل المكسب والله العظيم. انا زعلان. يا عم الحمد لله. بس الحمد اكتر لله. حاجه عجباني لله. ان ده مباشر، ان دي يعني اسمها ايه؟ مبشر. بشرة خير لأدائنا في بقية البطولة. لاقوى فريق مش في مش اكبر الدنيا المتفائلين كنت اتوقع كده. انا كنت متوقع لا سيبك من النتيجه، انا بتكلم على لا الاداء. مش متوقع. لا الاداء كوره. لا ده طبعا مبهر بصراحه، انا مبسوط جدا. ويا رب ما تكونش طفره الأداء. بس ان شاء الله. المباراه. انا برضه رايي كده. اللعيبه كلها بصراحه. اللعيبه كلها بتسمع الماتش ده. الدفاع لاحمد فتوح لمرموش مش عارف اقول يعني كله كان 10 على 10 بصراحه. انا شايف فعلا كل 10 على 10 الصراحه بامانه ربنا. انا الصراحه بامانه ما كنتش اتوقع ان احنا نلعب ماتش حلو. ماتش حلو. الماتش بيرفكت. ماتش حلو بغض النظر ان احنا ضيعنا كتير. كان نفسي نجيب جون من اللي ضاعوا دول الصراحه، يعني كان نفسي نجيب جون بس من اللي ضاعوا الحمد دول. لله انها بس كده الحمد لله انها جت كده يعني. انا مرضي وانا مبسوط جدا. أنا مبسوط أنا ما كمان. توقعتش ان احنا ممكن في كاس العالم في يوم من الايام نقدم الاداء ده. دي حقيقه بجد. دي حقيقه. وقدام فريق قدام المفروض فريق من مش الكبار. مش افريقيا فريق من التسعه الكبار في العالم. دي حقيقه. يلا يا باشا جاكيتك بقى واخلع، جاكيتتك واخلع اللي مجنناك طول الماتش دي. المفروض على الاقل لو مش امام واحد من مصر. اي حد من مصر نستحقها. لا شوبير ما اختبرش غير في كوره واحده، في كوره واحده دي والله. صعبه مش سهله. شفت حركات رجله. المهم ان هو يبقى من مصر. لو مش من مصر تبقى ظلم. احسن كتير يا جدعان بصراحه من بلجيكا. بلجيكا صراحه هي اللي اتعادلت معانا نتيجه واداء. ممكن كمان يبقى حمدي فتحي. الكيرف هيعلى. ممكن اي حد من مصر مش الكيرف هيستعمل. هيعلى ولا لا؟ ولا يعني هينزل؟ بعد في الماتشات الماتش الجايه الجاي. انا بقول لك انا اصعب حاجه في الماتشات اللي جايه اللي كنت بقول لك عليها ان احنا بلجيكا كانت مناسبه جدا لطريقه لعبنا. فريق المفروض على الورق اكبر مننا، فاحنا بنلعب بالطريقه الدفاعيه. انت مع نيوزيلندا وايران انت محتاج تكسب، حرام تتعادل معاهم. فانت هتبقى مطالب ان انت يبقى الابر هاند ليك في الماتش، الكوره معاك، عايز تجيب اجوان. ودي هتبقى ده اختبار جديد لحسام حسن في الماتشين الجايين. بس بالروح بتاعه حسام حسن والتكتيك اللي عمله واللعيبه واللي عملوه النهارده، اتوقع ان احنا يعني طموحاتي وتوقعاتي هتزيد قوي في الماتشين الجايين.